السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ اليوم الفيديو مالنا اعمال يدويه، شغلات بسيطه هيك تسويهن للبيت. ان شاء الله نبدأ العمل وياكم وتشوفون الفكره الاولى. المواد كرتونه قديمه عندي، والدانتيل والشغلات. بصراحه اراويكم اياهن على الكاميرا. نحتاج كرتونه قديمه، هاي راويتكم اياها. هاي منظم مال شغلات مكياج تسوونه، مال عطور، مال اي شي تقدرين تسوينه هسه بعد التزيين. جبت هاي الشغلات، هاي شريط الستن احتاجه والمقص، وهاي الوردات، وهاي شكل على شكل قلوب يعني، وهذا الصمغ والمسدس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف راح ناخذ قياسي الشريط مالته، قياس مالته اخذ شوية زايد، خاف يطلع عندي نقص او اي شي ثاني. نوب راح اصمغه. هنا نبدي نلزق الشريط الستن. راح كملته ورجعت لكم. نقص الزايد هذا ندبه. عندنا هاي الشكل، هاي راح اسوي على هاي الشكل. انا رتبتهن، اراكم شلون راح ارتبهن. انا الصق هاي القلوب، وهاي الوردات. هاي طبعا لونهن ذهبي، بس طلع لونهن فضة بالكاميرا. نلصقهن كلهن، كمل هذا الاتجاه الثاني همين. 3 أركان أخليه، ما أخليه لك لأنين بس على مود الواجهة مالتي، وجه واحد. هنا العكس راح أسوي. حطيت قلب أول بداية ونوب وردة، نوب قلب ثاني. حطيت الوردة باللون الأزرق. طبعا هاي المواد الاكسسوارات تلقونهن بالمحلات اللي يبيعون شغلات مال خياطة، كلش رخيصة ومناسبة اسعارها. واحد قاعد بالبيت يسوي له شغلة يستفاد من عندها. نسوي هاي الجهة الثانية همين. هاي خلصنا النتيجة النهائية، ان شاء الله يعجبكم. هذه الفكرة الاولى. هاي هيك انا هيك استغليته، خليته على الميز التواليت مالتي. الفكرة الثانية، هاي عندي علبة اخلي بيها الذهب مالتي، من انزع الحلقة والميدالية بالليل انزعهن اخليهم بيها، فهي قديمة. هنا عندنا المواد. لولو هذا هيك مكسور 2، ووردات نفس هاي الوردات اللي خليناها بالفكرة الأولى، وهذا الشذر الأزرق. هنبدأ العمل. خلي الوردة شوي نغير من ديكورها. هاي نرص الشذر أو البداية والنوب اللولو. نبدأ نسطر الأبيض النوب.
وهاي نبي نكمل وياكم همين. شغلات كلش سهلة وبسيطة. هاي راح اكمل وارجع لكم حتى ما يصير الفيديو طويل. شوفوا النتيجة الأخيرة. هاي ما قبل الأخيرة، بعد اكو لمسات خفيفة من هاي المرحلة الأخيرة. وهاي شوفوا النتيجة الأخيرة. سوينا معتفت شي جديد يعني هيجي. شوفوا هاي النتيجة الأخيرة وإن شاء الله تعجبكم. الفكرة الثالثة عفوا، هاي عندي مالت المشاط مالتي مثل الشطار. طبعا هذا الديكور كله المرتوالية اليوم. هاي عندي خرز ذهبي، وهاي عندي الحمالة مالت المشاط. راح اسوي بيها في الديكور حلو فيكة، واتمنى تعجبكم فيديوهاتي. هنا راح اسطر وياكم الخرز. سوينا شغلة نستفاد من عندها حلو يعني. المريضة قاعدة بالبيت وتسوي شغلات، تيجي ترتب شغلاتها بإيدها، تحس بي يعني طعم ثاني الشغلة ذا انتي تسوينها، يعني تحسين بيه فد شي يعني حلو يعني مسويته انتي فد شي، حتى لو شي القليل. وهاي نقلبها على الجهة الثانية. راح اسوي بيها مثلث واحد، يعني شلون جهة واحدة. وراح اظل وياكم نسوي الخرز. هاي هيجي نلزقهن واحدة بالثانية بصف الثانية. حبايبي اللي ما شايف قناتي ست البيت العراقية، يلقى الرابط مالها بهذه قناتي، خياطة وأعمال يدوية مع بنتي. واللي ما شايف قناتي الجديدة، هذا أول فيديو راح أنزله بيه، يعني بعد الفيديو التعريفي هذا الفيديو يصير الثاني. وهاي خلصنا. ما شلع هاي اللي مال الصمغ. هاي الناقصة لقيت مكان ما بيه خرزة باقي. بعد شنو راح اخلي عندنا القلب من هاي القلوب تو خليناها، حضيفة الها همين وهاي النتيجة النهائية. بعد راح اخلي هنا فد شي، عندي هذا القلب راح اخليه. وهذا القلب راح اسمه صمغة بالوسط، يعطيك شكل جمالية للمثلث. وهاي خلصنا. وهاي الفكرة الثالثة، وإن شاء الله تعجبكم، وأتمنى الفيديو ينال إعجابكم. وهذا اللي أقدر عليه طبعا سويته. وعندي بعد إن شاء الله شغلات هواي همين تجيني أفكار. هاي طبعا ديكورات أنا سويتها من عندي، يعني ما نزلتها من النت أو فد شي. وهاي النتيجة الأخيرة.
بنكين على ميلة التواليت مخليتها.